ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما اتعودنا وزي ما عودناكم على الصراحة والصدق، احنا برضو في مجال المستورد والتحويل بتاعها بيبقى اعلى من الحيوانات البلدية، فعشان نستفيد بالوقت ونستفيد بالجهد والتكاليف، فاحنا حاليا دلوقتي في عنبر في مزرعة تبع مركز صمالوط لشاب ساب وظيفته في بنك وسوى معاشه مبكر، ودي معلومة جديدة أول مرة أعرفها، عشان خاطر هوايته وحبه في مجال الإنتاج الحيواني. يعني هو ساب وظيفة البنك عشان خاطر يشتغل في عملية التسمين. أول مرة ننزل سلالات مستوردة، طبعا دي سلالات بلجيكي اسمها البيلجيان بلو. ممكن تشوفوا المنظر، حاجة حلوة كده، وزن 200 كيلو أو من 180 ل 200 تقريبا. ده معدل التحويل، أنا كنت بقول يعني من كيلو ربع لكيلو نص، هو قال لي لا ده في 100,000 في كيلو 800 وفي 2 كيلو، لو بدون مبالغة يعني في اليوم معدل تحويل للعجول المستوردة دي. فبالنسبة لنا أحسن بكتير، توفير للمال والجهد والتعب وتوفير للتكاليف. وبيقول لي إن هو ممكن 6 شهور 7 شهور بالكتير وممكن يطلع لعجل 600 كيلو 650، وممكن لو هو في وقت بالزياده ممكن يكمل لحد 700 كيلو. معانا الاستاذ احمد عبد العليم صاحب المزرعه، وهيحكي لنا عن تجربته في الانتاج الحيواني، امتى بدا وشغال من امتى في الموضوع ديت وازاي هواه. وبالنسبه للعجول المستورده، هل في فرق بينها في الاكل بينها وبين البلدي، ولا نفس الخلطه ونفس التركيبه اللي احنا شغالين عليها؟ اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا وسهلا بيك يا باشا. عرفنا يا باشا من امتى انت شغال في مجال الانتاج الحيواني؟ هو انا شغال في الانتاج الحيواني من فتره طويله، يعني اكتر من 20 سنه شغال في المجال ده، بس التوسع في السنوات الاخيره دهيت بقى اكتر شويه. يعني كنت شغال في الاول في المجال المربط والمربوط وكده، بس انتهزت فرصه المزرعه عندي هنا مساحتها واسعه، عملت عنابر سايبه مطلوقه زي ما انت حضرتك شايف كده. انا شايف بصراحه النظام السايب احسن بكتير من النظام المربوط. اولا بيبني هيكل عظمي للحيوان مع الحركه بتاعته، فبيديني هيكل عظمي ابني عليه انا لحم بعد كده. بالظبط كده. غير الحيوان لما يبقى متكتف ومربوط مكانه. فرق كبير بين الحيوان اللي مربوط واللي هو اللي سايب كده. اولا في نسبه الدهون، تمام، المربوط بيبقى في نسبه دهون عاليه جدا. تمام. التصفق بتاع السايب اعلى بكتير. تمام. وتحويله اعلى بكتير من اللي هو المربوط. تمام. برضه بيبقى العنبر ده تقريبا كام؟ 30 في 20 مثلا ولا؟ ده حوالي 15 في 12. 12 في 15 البوكس الواحد. البوكس الواحد. حوض الميه طبعا بيبقى على الجنب، في النص بيخدم الجنبين، منها فاصل ومنها بيخدم العنبرين. كام المزرعه دي؟ ممكن كام؟ هي هنا حوالي 5000 متر. دي 5000 متر. انا بالنسبه للعنبرين دول بس 5000؟ لا، المزرعه كلها فيها حوالي 25 عنبر، نفس 25 عنبر نفس مساحه العنبر. وحوض الميه بالجنب بيخدم على العنبرين. والعلف ده خطوره من بره بحيث ان العامل ما يتحتاش. كل الخدمه يعتبر من بره، ما فيش عامل بيخش جوه. من بره كده الخدمه بتاعته بره، على عكس العنابر المربوطه. تمام. كل الخدمه جوه بالنسبه لها، وشيل السباخ والحاجات دهيتي. انما دي على اخر الدوره بيخش اللودر يشيل الارضيه كلها، السباخ كله. برضه بنحطه في الارض. بتستخدم بيستخدم في الارض زرع برسيم حجازي برضه بيخدم المزرعه هنا. تمام. والخلطه العلف بقى بنعملها احنا هنا برضه، ما بنشتري جاهز. تركيبتها ايه عندك؟ يعني صويا لا، نبدا من الاول كده. الاول يعني هو الخلاط عندي بيشيل حوالي طن. تمام. حوالي 500 ذره صفراء. تمام. و150 كوز صويا. تمام. وحوالي 300 رد. تمام. بنضيف عليها بقى بذره قطن. يعني متوفر بذره القطن ده؟ متوفر بس هي سعره عالي شويه، رافع الايام ديت. هي المشكله اللي دي بتوصلنا ل 500 كيلو 600 كيلو بالظبط كده. هي افضل خلطه يعني. هي زي ما الكتاب بيقول. جربتها كتير. هي الخلطات دي فيها وجهات نظر كتير. ونزل نسبه دي وارفع نسبه يعني فيها. انت ماشي بالتركيبه دي؟ التركيبه دي ماشيه معايا دي ليها فتره طويله معايا 10 من ساعه ما يدخل الحيوان ال 200 كيلو لحد ما يطلع. بس بنسبه البروتين بنغيرها شويه يعني. بتلعب فيها في فوق. بتقل بعد كده ب 14%. يعني بنبدا ب 16 في الاوزان ال 200 كيلو. تمام. نوصل بعد كده 17 كمان. نوصل ل 14، وفي النهايه خالص ممكن على 12 ننهي بال 12%. تمام. اول مره تنزل عجول مستورده دي؟ اول مره. احنا كل شغلنا على الخليط.
كله كان عندك ده خليته منهم؟ كله. في حاجات لسه باقيه هناك كانت من الدوره اللي فاتت؟ ديتي فريزيان وخليط هناك اهو. هي الخليط مش وحش يعني، بس المستورد تمام بيديك تحويل اعلى وبيوفر يعني بيوفر وقت ووفر بالظبط تعب. كده. هي يعتبر نسبة العلف واحدة اللي بياخدها العجل البلدي والعجل الخليط تمام. يعني ده بياخد كام كيلو في اليوم؟ ده هو حاليا بياخد 4 كيلو في اليوم على وجبتين. 2 و2 وباقي النهار تبن ودريس اللي هو انا شفت انك انت عامل الدريس في دراسه البرسيم بيتجفف بيتلبن ويتضرب في دراسه ويتوزع مع التبن بالظبط. تمام. يبقى ده بياخد 4 كيلو. ياخد 4 كيلو. هزود امتى؟ تمام. هي احنا يعتبر كل شهر بنزود حوالي نص كيلو. هم ديلهم 10 ايام عندك؟ هديلهم 10 ايام ماشيين على 4 كيلو. ماشيين على 4 كيلو. اكمل شهر وبعد كده ابدا ازود. نزود يا نص كيلو في العلفه، يعني ممكن شهر ونزود له كيلو او نص كيلو، يعني على حسب ايه لما اوزن واشوف التحويل بتاعه ايه. هي حوالي من 2 ل 2.5% ايه من وزن. وهي دي النسبه الطبيعيه صح؟ يعني هي 2.5% من وزن. تمام. لا تمام بصراحه هي نوعيات ان شاء الله كويسه. شكلها جميل يعني ان شاء الله ربنا لا هي اول ما يبدا الوزن بتاعها يزيد هنبقى نيجي نصور معاك تاني عشان الناس تتفرج على الاوزان دي تشرفنا وتحاول تجرب. يعني في ناس خايفه، في شباب خايف. لا اللي بيخاف ما بيعملش حاجه ما بينجح. هي لازم ان انت تجازف وتعمل، بس لازم تعمل اللي عليك، بس لازم يبقى لك خلفيه تمام زي ما قلنا المجال اللي انت داخله. صحيح زي ما قلنا احنا الدنيا مش وردي. بالظبط. احنا ما بنقولش ان الدنيا وردي، لا عايزه جهد وعايزه تعب وعايزه عرق وعايزه ان ده مالك انت تحط مالك في كائن حي. ان ما كنتش تخلي عينك عليه وتدي له احتياجاته كويسه انت هتضيع ومالك هيضيع. وفي البدايه لازم التجربه، يعني لازم صحيح. ان انت تخش واحده واحده. ما ينفعش ان انت مثلا معاك مثلا راس مال تخش بيه وانت مش عارف ايه في حاجه. لا لازم تجرب بقى. اول مره لو ما كسبتش تبقى حلو زي على الاقل اتعلمت. بعد كده الواحد مع مرور الوقت بيتعلم في المجال. برضه انا صعبان عليا انك تسيب وظيفتك في البنك وتشتغل في الانتاج رغم ان انا بحب الانتاج الحيواني. هي وجهه نظر، بس انا احب الحريه. يعني انا في المجال ده من زمان، يعني ادي لي فوق ال 20 سنه تمام. هان عليك تسيب التكييف انا راحت ان انا ايام كان اقوم الصبح الساعه 8 اروح بيت الساعه 7. ما فيش مجال ان انت تاخد راحتك ولا انما انا دلوقتي حريه تمام ومالك وانت بتديره بمعرفتك بالظبط كده. وفي نفس الوقت العائد المادي هنا احسن من البنك. يعني لو حسبت العائد المادي. طب بالنسبه للعماله هنا يا استاذ احمد كم عامل ممكن يغذي لي ال6 عنابر او ال8 عنابر دول؟ هم ممكن عاملين تمام ما شاء الله يكفوا 2 عمال مش عايز اكتر من كده. انما النظام اللي هو المربوط تمام، يعني لو 50 عجل تمام ممكن العاملين دول يخدموا على 50. صح. المربوط غير السايب. غير السايب. طب بالنسبه للتحصينات هم اول ما نزلوا من 10 ايام رشتهم ولا لسه ما لا احنا قلنا نستنى عليهم النقل والتنفس والامراض التنفسيه دي. لو رشناهم ممكن يتاثر على حاجه، فقلنا ننتظر يهدوا شويه كده ونشوف لو في حاجه فيها تنفس ولا كده. طبعا اللقاحات متوفره عندنا في اي وقت منين ما تطلبوها. احنا كده مستنيين بس لما العجول دي تتعود على المكان وان شاء الله ننزل نحصنها لكم هم كلها باذن الله. باذن واحد ان شاء الله. فرصه سعيده يا استاذ احمد. احنا اسعد واسفين على الازعاج وان شاء الله نتمنى الشباب كله يكون زيك كده ويتعلم من التجربه دي. الله يبارك فيك. شكرا. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.